لو قلتلك انك تقدر تحول احلامك لحقيقة، تفتكر الموضوع يحتاج منك ايه؟ كل اللي احتاجه بطلنا النهاردة هو 4 كونتينرات بس عشان يبني بيت الاحلام بتاعه. فيلا بينا نشوف سوا ازاي قدر يبني بيت احلامه بابسط طريقة من الكونتينرات بتاع الشحن. بس قبل ما نبدأ منساش تصلي على سيدنا محمد واشترك معانا دلوقتي في قناة خطة، واكتبولي في الكومنتات عايزين تشوفوا مشاريع ايه في الفيديوهات اللي جاية. ويلا بينا نبدأ على طول. الحكاية بدأت مع جوليان من فترة طويلة، لما بيقرر انه يتبع طريقة جديدة في تصميم المباني ويستخدم الادوات والمعدات كلها من النوع الغير مضر للبيئة عشان يحافظ على الطبيعة من أي ضرر. وأول قرار خده هو إن البناء بدل ما يكون بالطوب والخرسانة هيعمل كل التصميمات بتاعته بالكونتينرات أو حاويات الشحن المعدنية زي ما بيتقال عنها في بعض الدول. وده موضوع غريب صح؟ إزاي هيبني بيت كامل يواجه عوامل الجو من كونتينر معدن؟ وإيه هي المعدات اللي هيستخدمها؟ وهل يا ترى الموضوع ده ليه عيوب ولا لأ؟ تعالوا نشوف سوا واحدة واحدة. أول حاجة عملوها في المشروع ده هي تحديد الموقع اللي هيبني عليه البيت، والمكان بيكون وسط الطبيعة والهواء النقي، فبيحددوا المساحة بالتفصيل لأبعاد البيت. وبعدها بيبدأوا يجيبوا آلة بتثبت خوازيق في الأرض، ودي هتكون القاعدة اللي هتشيل البيت قدام. أول حاجة بيظبطوا الآلة على المكان اللي عايزينه بالظبط، وبيركبوا فيه الأساس المعدني وبيدقوه في الأرض، وبيثبتوا ميزان مية على جسم العمود عشان يضمنوا إن عمودي ونازل في مستوى رأسي تماما مع الأرض وما يحصلش فيه أي انحرافات في المستقبل. وهو كان شادد حبل طويل على حدود المكان كله، وده بيحدد منه الارتفاع بتاع كل عمود هيكون لحد فين. وبعد ما بيثبت الخوازيق كلها في الأرض على المسافات المطلوبة، بيجيب الصاروخ ويقطع كل الزيادات اللي فوق مستوى الحبل، وبعدين بيثبت قاعدة معدنية فوق كل واحد، ودي هتكون قاعدة لتوزيع الحمل اللي هيتحط عليه قدام. وباللحام ثبت القاعدة كويس جدا في الأساسات. وبعد ما خلصت مرحلة الأساسات المعدنية، دلوقتي بتيجي مرحلة الكونتينرات أو الحاويات المعدنية، ودي اللي هتبقى الهيكل الخارجي للبيت.